بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسعادة يا رب دايما. اتمنى لكم دايما الصحة والسعادة بحق النبي يا رب، وكل نفسه في حاجة يحققها. بصوا يا حبايب قلبي، انا النهارده بقى جايبه لكم وصفة مفيش بعد كده. يعني بصوا، الكولاجين والبياض والطراوة والنعومة كلها من المطبخ، من مطبخك هتجملي وتصغري بشرتك وتبيضيها كمان. حاجات بسيطة قوي من المطبخ، كلها من المطبخ، ما جبناش حاجة من بره. احنا رحنا على القرفة المطحونة وجبنا معلقة، ورحنا على الكمون المطحون وجبنا معلقة، وجبنا الزيت. ممكن زيتين تنفع بقى، لو عندك زيت لوز حلو اعملي، لو عندك زيت سمسم برضو حلو قوي، جميل زيت السمسم للبشرة جميل. بس امسك حطي بقى المعلقتين على بعض، ولو عايزه تقللي القرفه شويه تخليها نص معلقه، خليها نص معلقه، ما بتضرش. يعني هي نص معلقه ماشيه، معلقه ماشيه، المهم معلقه كمون. عايز تحطي عليه معلقه قرفه حطي، عايزه تحطي نص حطي، واجيليهم بزيت السمسم او زيت اللوز الحلو، تبقى حلوه كده في ايدك. يعني بتاخد لها حوالي، يعني المعلقتين بياخدوا حوالي 3 معالق زيت، وغالبا برضو المعلقه وكمون ونص هياخدوا في حدود زي كده برضو، لانها بتكون ملسه كده حلوه لينه في ايدك. هتعجنوا الاتنين على بعض دول، وهتوزعيهم على وشك وعلى ايدك وعلى اي بشره انت عايزه تخليها طريه وناعمه وبيضه ونضيفه. الله اعظم وعزت لك يا رب. اعمليهم الاتنين، وزعي بقى على بشرتك وعلى ايدك، واقعدي تلت ساعه. لو عندك 25 دقيقه مش مشكله، وامسكي بقى 5 دقايق دلكي فيهم. 5 دقايق دلكي الايدين، دلكي الصوابع، دلكي العقل بتاعت الايد دي، دلكي كل حاجه دي، والوش برضو على شكل دائري. خلصي التنظيف ده كله، التدليك كله، وادخلي اغسليه وشوفي وشك وقولي لي رايك. وشك هيبقى زي البدر، هيبقى ابيض بياض ناصع، انت هتحسيه بفرق جامد. وفي نفس الوقت النعومه والكولاجين هتحسي بشرتك طريه زي الطفل. كله من المطبخ، ما جبناش حاجه من بره. وبعد ما تغسلي وتخلصي وتشوفي جمال بشرتك ونعومه ايدك وبشرتك، شويه زيت من ده، زيت الزيتون، زيت السمسم او زيت اللوز الحلو، على بشرتك ودهنيها. تقعد شويه كده تشرب، هتلاقي بشرتك بقى يعني ايه، ما تقوليليش بقى اي وصفات ولا اي كريمات بتتجاب بفلوس قد كده. جميله جدا لكل الجسم، مش مستحمله القرفه معلقه خليها نص، جميله جدا. دي خلصنا من الوصفه دي اللي هي الكمون والقرفه، دي خلصنا منها وكده تمام كده خلاص، مالناش دعوه. الوصفه دي لوحدها. في عندنا وصفه تانيه، مش هقول لك يعني اكتر منها ولا اقل منها، لا جميله برضو جدا. اللي بشرته مثلا حساسه شويه وما يقدرش يستحمل القرفه، لو ان ممكن تحطي على جزء من البشره برضو الاول تختبري بشرتك. نهايته خلصنا دي. هتجيبي معلقه طحينه كبيره، وهتجيبي عليها معلقتين ماء ورد، وتعجنيهم في بعض، وتبداي توزعي على بشرتك وعلى ايدك وعلى اي حته انت عايزاها تبقى نضره وناعمه. كل المميزات هتلاقيها، يعني فرق جامد جدا. حطيها على البشره وسيبيها لما تنشف. هي تنشف في حدود برضه الحدود دي تلت ساعه 25 دقيقه كده. واغسلي وشك وادعي لي، ادعي لي، وحمسوني بقى بلايكات وحاجات، عشان بقى لي فتره ما عملتش فيديوهات يا جماعه. ودمتم في رعايه الله يا حبايب قلبي.